اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع بشير. موعدنا السبت الجاي في مؤتمر فوركس اسكندريه في فندق توليب. هنبدا بقى الساعه 10. طبعا المؤتمر ده لازم نعرف ايه الهدف الاساسي بتاعه. الهدف الاساسي هو محاضرات تعليميه وثقافيه عن البورصه المصريه والبورصه العالميه. يمكن اكبر قدر واخد البورصه العالميه. هنبدا نتكلم عن الاستثمار والاقتصاد. هنبدا بالظبط يمكن الساعه 10 الصبح. هنبدا بقى اول محاضره عندنا محاضره عن ثقافه البورصه العالميه. بعد كده هنبدأ في محاضرة عن التحليل الأساسي والتحليل الفني. معانا أستاذ محمد رضوان هيبدأ نتكلم عن التحليل الأساسي والتحليل الفني. بعد كده محاضرة عن الاستثمار. معانا الدكتور علي الريفي هنبدأ نتكلم عن محاضرة اسمها لو أنت ما عندكش لم تمتلك السلعة فأنت السلعة. ده بتهتم بقى بنوع من الاستثمار. بعد كده نبدأ محاضرة البورصة المصرية. عندنا أستاذ أحمد عبد الفتاح هيبدأ يتكلم عن البورصة المصرية، ولكن هيبقى بشكل عملي شوية. هنبدأ نشوف مؤشرات البورصة المصرية وأداء البورصة المصرية، ونشوف أخبار الفيدرالي وإيه اللي حصل في البورصة المصرية خلال الفترة اللي وراها. طبعا الفترة أو المحاضرة اللي وراها عندنا محاضرة مهمة جدا يمكن بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت، هي الحوكمة. الكلمة دي بدأت تنتشر، كلمة حوكمة الشركات. لازم يكون عندك حوكمة شركات. طبعا حوكمة هي مجموعة من الإجراءات طبعا رفع الشأن المنظمة إلى أكبر استفادة ممكنة. معنا الدكتور نورهان هتبدأ تتكلم عن حوكمة الشركات، ودي من المحاضرات الجديدة اللي بدأنا ندخلها في المؤتمر الاستثمار بتاعنا. بعد كده ناخد بريك حوالي ساعة. بعد كده نرجع تاني هنبدأ بقى نتكلم عن البورصة العالمية بشكل مفصل جدا. يمكن المؤتمر أكبر قدر فيه بورصة عالمية، ولكن طبعا بنحاول ننوع نوع من الاستثمار والاقتصاد. هنبدأ نتكلم عن مؤشرات الداون جونز، مؤشرات البورصة العالمية، أهم المؤشرات بتاعتنا والتحليل بتاعها. بعد كده عندنا محاضرة مع أستاذ محمد طبعا الشبراوي. بعد كده عندنا محاضرة أستاذ أحمد عرابي. هنبدأ نتكلم عن تحليل اليورو مقابل الدولار، وهنشوفه فين اليورو راح فين. طبعا اليورو زي ما انتم شايفين بدأ ينزل مستويات، بدأ يطلع تاني. شفت تحليل اليورو. بعد كده معانا أستاذ نغم. أستاذ نغم هيبدأ يتكلم عن البترول وتحليل البترول. المحاضرة يمكن قبل الأخيرة محاضرة عن صناعة الذهب. يعني صناعة الذهب بدأ منين الذهب. معنا الدكتور جورج مظلومان هيبدأ يتكلم عن صناعة بقى الذهب، والذهب ده بدأ من إمتى. وآخر محاضرة بالنسبة لنا هنبدأ نتكلم عن تحليل بقى الذهب، نشوف أسعار الذهب وصلت فين، هل نشتري ذهب، هل نبيع ذهب. طبعا احنا ما بنقولش ولا اشتري ولا بيع، ولكن بيقولوا التحليلات بتاعتنا. المؤتمر الفوركس باسكندرية إن شاء الله يعني كان أول مرة المؤتمر يبقى فيه 9 محاضرات. هدفها الأساسي زي ما احنا قلنا لحضراتكم اللي هو نشر الوعي الثقافي. يمكن احنا المؤتمر ده ليه حاطين فيه كميه كبيره جدا من مثلا المحاضرات التعليميه والثقافيه عشان نشر الوعي، لان في ناس كتير جدا واخده مشكله عن البورصه الشركات كتير جدا بتقول له خش اشتغل في البورصه. احنا ما بنقولش حد يخش يشتغل في البورصه، بنقول لك اتعلم بورصه. يمكن اساس المؤتمر بتاعنا هو تعلم بورصه، مش شرط تخش. عشان كده احنا عاملين المؤتمر ده مخصوص الفتره دي، ان بدا في شركات كتير جدا اي حد بيتكلم تقول له خش اشتغل في البورصه. لكن احنا المؤتمر بتاعنا بيقول لك اتعلم بورصه، اتعلم الاول قبل ما تخش اي مجال. ده بالنسبه للمؤتمر بتاع اسكندريه، ده ان شاء الله هيكون يوم السبت الجاي. هنبدا بقى نشوف حلقتنا النهارده يمكن هنتكلم عن الذهب، والذهب طبعا شوفوا وصل لفين. معانا كلام عن البورصه المصريه. طبعا البورصه المصريه